السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنحل اختبار الجبرا 2021 اختبار السفارة الخاص بطلاب المسار المصري. طبعا يا شباب زي ما قلنا قبل كده الاختبار اللي هو هيجي لك السنة دي ان شاء الله هيكون 9 multiple choice 7 essay problem. تمام؟ طيب لكن القديم اللي قبل كده كان 6 multiple choice وكان بيبقى عندي 4 essay كل واحد A and B. طب الأسئلة هي طبعا زي ما قلنا قبل كده في أكتر من فيديو. طيب نبدأ بالمالتيبل تشويس. بيقول لي هنا if A and B are two events from simple space random ال A subset من ال B من ال B يعني ال B هي الكبيرة وال A هي الصغيرة. ال A subset من ال B فيبقى ال A union B كلها تبقى عبارة عن ايه؟ probability of B. ولو كنا قلنا intersection كان هيكون probability of A of A. The probability of non-occurrence of event A is 25%. Then probability of A dash ناس كتيرة دايما تقوم قايلة ايه 0.75 على طول. يقول لك ايه ده 25 يبقى الاي داش ب 75 لكن هو الراجل اصلا تفضل مشكورا واداني النون اكيورنس. يعني النون اكيورنس اللي هو ايه داش اكن الراجل بيقول لي الاي داش اهيت ايه داش تبقى بكام بقى؟ اقول له ب 25% يا مستر. مفيش اي صعوبه فيها. Question number 3 the domain of function x squared minus 5x minus 14 over x squared plus 9. طيب احنا اتفقنا دايما في الفراكشنال فانكشن ان بيكون دايما الدومين r except zeros of denominator طب هي الدينومينيتور هنا اللي زيرو؟ لا طبعا ملوش زيرو يا مستر. يبقى r except ايه؟ مفيش يا مستر زيروز للدينومينيتور يبقى r بس. لان x سكوير بلس 9 مستحيل تكون بزيرو. حط نيجاتيف نمبر بوزيتيف نمبر مستحيل تكون بزيرو. تمام يا محمد؟ طيب set of zeros ايه بقى الارقام اللي تخلي لي الكلام ده بزيرو؟ set of zeros of x equal x square minus 5x. طبعا احنا متفقين دايما نعمل ايه؟ فاكتورايز اول حاجه. يعني يا مستر هتكون عباره عن x multiply x minus 5. ايه اللي هيخلي لي الكلام ده زيرو؟ لو الاكس بزيرو او لو الاكس بوزيتيف 5 نعكس الاشاره يبقى 0 and 5. Question number 5 the straight line represents two equation x plus 1 equal 0. افهم من كده ان الاكس equal negative 1 والواي equal 3 الواي equal 3. تمام. بيقول لي التو ستريت لاين دولت ايه يا مستر؟ دولت كونستنت يعني منطبقين على بعض. يعني امتى يكونوا منطبقين على بعض؟ لو كان ده اكس equal 1 وده برضه اكس equal 1 او ده مثلا واي 3 وده بواي ب 3 دول بيكونوا زي بعض بالظبط. طب بارلل طبعا لا لازم يكون لهم نفس السلوب. لكن هم دولت ايه؟ بيربنديكولار. دولت بيربنديكولار. اوكي؟ لان الاكس بيكون بالمنظر ده كده. الاكس اهوت لما اقول اكس ايكوال نيجاتيف 1 ادي اكس ايكوال نيجاتيف 1 اهيت. واي ايكوال 3 ادي واي ايكوال 3 اهيت. فالاثنين بيكونوا بيربنديكولار. تمام؟ question number 6 بيقول لي if the equation of straight line passing through origin point يبقى ايه؟ hasn't y intercept. مفيش y intercept يعني البي ايكوال 0. طيب بيقول لي هنا الام بكام؟ لا والله اختلفت بقى. ام من بي ما تفرقش حاجه. يعني بيقول لي y ايكوال 3x طالما اوريجين بوينت يعني مفيش اي اضافات مع مين؟ مع الاكس كده خلاص. يبقى y ايكوال 3x بلس 0 يعني الام ايكوال 0. question number 2 ايه؟ بيقول لي ال n1 بكذا وال n2 بكذا. بروف ذات ان n1 ايكوال n2. في السؤال ده طبعا يا شباب هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجه خالص غير فاكتورايز دومين سمبليفاي. طيب يلا بينا يا مستر ناخد n1 ونعمل له فاكتورايز دومين ونسمبليفاي. ادي n1 اهو. ده ايه؟ ده كويشن 2 ايه. فاكتورايز هيكون n1 عباره عن x في x بلس 2 ركز يا علي اوفر x بلس 2 ملتبلاي x بلس 2.
ليه يا مستر؟ لان ده بيرفكت سكوير، اقدر اقول عليه اكس بلس 2 اول اوف ذا باور 2، واقدر اقول عليه اكس بلس 2 في اكس بلس 2 عادي. طيب اوكي، جبنا فاكتورايز، عملنا فاكتورايز، الدومين هيكون عباره عن ار اكسبت نيجاتيف 2. افتر سمبليفاي ان 1 ات ويل بي ايكوال اكس بلس 2 مع اكس بلس 2، ما عادش باقي لي غير اكس اوفر اكس بلس 2. طيب نروح بقى نجيب ان 2. ان 2 هيبقى 2 اكس اوفر 2 اكس بلس 4 كومن فاكتور بس 2 اكس بلس 2. برافو يا حسن. طيب الدومين هيكون ار اكسبت نيجاتيف 2 برضه. سمبليفاي يبقى ال n2 ال2 مع ال2 مع السلامه، يبقى n2 ايكوال اكس اوفر اكس بلس 2. اقدر اسمي ديت 1 واقدر اسمي ديت 2، واقوم قايل اقول ديت 1 واقول ديت 2، واقوم قايل له فروم 1 و2 ليفت هاند سايد، او n1 ايكوال n2 على طول خلاص. n1 ايكوال n2. ده كان بالنسبه لكويستشن نمبر 2A. طب كويستشن نمبر 2B بيقول لي find algebraically r multiply r the solution set of pair the following equations. طب يا مستر مسألة سهلة جدا جدا ومفيش أرقام أصلا والدنيا بسيطة أوي أوي أوي. بيقول لي يا مستر y minus x equal 8 والy equal 2 minus x. طيب ممكن أعمل بالسبستيتيوشن جاهز مرة واحدة، أقوم واخد 2 minus x ديت كاتبها مكان مين؟ الواي، هيبقى 2 minus x minus x equal 8. يعني 2 minus 2x equal 8. نقدر ننقل ال 2 مع ال 8 يبقى نيجاتيف 2x equal 8 minus 2. يعني نيجاتيف 2x equal 6. طب انا مش عايز نيجاتيف 2x، انا عايز x بس. نعمل divided نيجاتيف 2 divided نيجاتيف 2 يبقى x equal نيجاتيف 3. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز نجيب الواي كمان. الواي equal 2 minus x يعني 2 minus minus 3 يبقى y equal 5. يعني solution set equal نيجاتيف 3 و5 ونحطها في اوردر بير جوه كيرلي كيرف اللي هو براكت اوف ست. طب انا يا مستر مش عارف الحل ده صح ولا خطا، نعمل ايه؟ نجرب نعمل تشيك. ادي الاكس بنيجاتيف 3 والواي ب 5، لو حطينا 5 ماينس ماينس 3 يطلع ب 8 مظبوط. طب لو قلنا 2 ماينس ماينس 3 يطلع ب 5 برضه كلامنا صح يا مستر 100%. يبقى حلك كده خلاص صح 100%، وتبدا تروح تنتقل للسؤال اللي بعده. هنا بقى يا مستر بيقول لي find in R multiply R solution set of order pair. هنا برضو ده الليسون 3 اللي كان في اليونت الاولانيه اللي هو solving two equation one of them من الفيرست degree والسكند كان من السكند degree. تمام. طيب الفيرست اهي يا مستر، دي الفيرست. ده طبعا احنا كان في solving two equation في الفيرست ديجري كان عندنا طريقتين، يا سبستيتيوشن يا ايه؟ يا اوميتنج. هنا ما عنديش غير سبستيتيوشن بس. هنا مش هقدر اعمل اوميتنج بقى، هنعمل سبستيتيوشن بس. هناخد 4 ماينس اكس ديت نكتبها مكان مين؟ مكان الواي. يلا بينا يا شباب نبدا في الحل بتاعنا. اول حاجه اومي براكت ونكتب مكان الواي 4 ماينس اكس، يبقى 4 ماينس اكس اول باور 2 ماينس اكس باور 2 ايكوال 24. نعمل اكسباندل ده. طيب الاكسباند بتاع 4 ماينس اكس سكوير زي ما قلنا برضو في فيديوهات قبل كده 70% او 80% من الناس بتعملوا كده 16 ماينس اكس سكوير. لا طبعا مش مظبوط كده يا شباب. امال بنعمل ايه يا مستر؟ احنا المفروض بنقوم قايلين ده لما بنعمل له اكسباند بيتعمل له اكسباند 3 تيرمز، بيكون 3 تيرمز. هيكون 16 فيرست في سكند في 2 ماينس 8 اكس بلس اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 اللي هي ديت ايكوال 24. طيب اكس باور 2 اكس باور 2 مع السلامه اصبح 16 ماينس 8 اكس ايكوال 24. ننقل ال 16 مع اختها 24 يبقى ماينس 8 اكس ايكوال 24 ماينس 16 يعني ماينس 8 اكس ايكوال 8. divided negative 8 for all sides يبقى x equal negative 1.
طيب احنا متفقين ايه؟ ان الواي ب 4 ماينس اكس، يبقى واي ايكوال 4 ماينس 1 يعني واي ايكوال 5. يبقى السوليوشن سيت ايكوال نيجاتيف 1 اند 5. نتاكد الواي بنيجاتيف 1 اند 5، 4 ماينس 1 ب 5 مظبوط. واي سكوير اللي هي ب 25، اكس سكوير اللي هي ب 1، 25 ماينس 1 ب 24. حلنا برضو صحيح بنسبه 200% كده مش 100% بس. طيب question number 3B، مسألة مالتبلاي عادية جدا اوبريشن. يبقى هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجة غير فاكتورايز دومين سمبليفاي. تمام؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي. هنبدأ على طول يا شباب في الفاكتورايز. نقول هنا على طول ده 3B مش كده؟ n of x equal 2x squared plus 6x over x squared minus 9 multiply x minus 3 over 2x. First step simplify factorize. هيكون 2x كون فاكتور. ايه الباقي؟ لما خدنا 2x باقي لي x بس، بلس لما خدنا 2x يبقى 6x ديفايد 2x، 6 ديفايد 2 ايكوال 3 واكس راحت مع الاكس. ننزل تحت x سكوير ماينس 9 اوبن تو براكت x واكس، واحده بلس واحده ماينس، ال 9 3 في 3 ملتبلاي x ماينس 3 اوفر 2x. كده عملنا الايه؟ الفاكتورايز. اول خطوه. تاني خطوه الدومين r except zeros of denominator. ايه اللي يخلي لي الدينومينيتور زيرو؟ النيجاتيف 3 وال3 ومن هنا زيرو. ولو كانت المساله ديفايد كنا طلعنا فوق كمان هنا على الديفايزر. اوكي؟ بعد كده السمبليفاي بقى. x بلس 3 راحت مع x بلس 3، x ماينس 3 راحت مع x ماينس 3، 2x راحت مع 2x. يا ده ما عادش حاجه خالص. فهنقول ايه؟ برافو يا علي. علي بيقول لي يا مستر ان اوف x ايكوال 1. كده ايه؟ حلينا والحل بتاعنا 100%. خلي بالك لان في ناس كتير تقول لك ايه؟ لما يلاقي كله راح مع بعض وقال ان اوف x ايكوال 0. طبعا 0 خطا مش صح. 0 خطا مش صح. ان اوف x ايكوال 1. question number 4. الاسئله يا شباب هياها متكرره كل مره. ايه هو ده؟ جنرال فورميولا. يعني لازم يا مستر اكون حافظ الجنرال فورميولا عشان اقدر اعوض بيها. طب انا عندي هنا الاي بكام؟ الاي ب 1 والبي 3 والسي ب 1. نروح يلا يا مستر ونكتب الحاجات بتاعتنا ديت. دي question 4A. الاي قلنا بكام؟ ب 1 والبي 3 والسي 1. وان 3 1 بس خلاص. نقوم قايلين يبقى احنا خطواتنا ثابته محدده. اول خطوه نطلع الاي والبي والسي. تاني خطوه نكتب الرول اللي هي اكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف، بوزيتيف اور نيجاتيف، روت بي باور 2 minus 4ac over 2a. Substitute this number x equal negative b يبقى negative 3 plus or minus root 3 power 2 minus 4 multiply 1 multiply 1. كل الكلام الجميل ده over 2 multiply 1 يبقى الاكس equal. هنا بقى يا شباب نقدر نستخدم الكالكوليتور عشان خاطر ايه؟ ما يكونش عندك مثلا نيجاتيف بوزيتيف حاجات من ديت وتتلخبط وتضيع منك السؤال. فنعمل ايه؟ مود 5 3 مود 5 3 ونضغط 1 اللي هي الاي ايكوال وبعدين 3 ايكوال وبعدين 1 ايكوال نيجاتيف 3 بلس روت 5 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 0.38 والثانيه نيجاتيف 2.62
لان ال 8 ريتش هتكبر مين؟ هتكبر 1 خلي 2.62. تمام؟ يبقى الفيرست فاليو ايكوال وات؟ ايكوال اهيت نيجاتيف 0.38. اور اكس ايكوال كانت كام؟ نيجاتيف 2.62. يعني السوليوشن سيت ايكوال نيجاتيف 0.38 and نيجاتيف 2.62. هو كان عاوزها لايه يا شباب؟ كان عاوزها الاقرب ايه ولا ما قالش؟ لا هو قال لي هنا روت 5 ب 2.2. نخلي بالنا بقى في الحته ديت. كل الكلام اللي تحت الروت ده بروت 5. يبقى معلش يعني نقدر نمسح ده كده اهوت، ما نشتغلش بدماغنا بقى، ونقوم قايلين ايه؟ الاكس ايكوال نيجاتيف 3 بلس روت 5 اوفر 2 اور اكس ايكوال نيجاتيف 3 ماينس روت 5 اوفر 2. هو قال روت 5 بطول 2، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 3 بلس 2.2 اوفر 2 والاكس ايكوال نيجاتيف 3 ماينس 2.2 اوفر 2، ونحسب ديت ونحسب ديت عادي جدا مفيهاش حاجه. question number 4b. ايه ديت يا مستر؟ دي اوبريشن. تمام؟ ايه اي نوع في الاوبريشن؟ بلس. احنا لسه عاملين دلوقتي حل الملتبلاي. طب البلس والملتبلاي نفس الطريقه البدائيه، فاكتورايز دومين سمبليفاي، وبعد كده بقى نتفاهم هنعمل ايه؟ هنعمل ملتبلاي ولا ماينس ولا بلس ولا ديفايد؟ بس اهم حاجه يا يوسف فاكتورايز دومين سمبليفاي الاول، وبعد كده زي ما اتفقنا ايه؟ نتفاهم. طيب ديت 4b اهيت. n of x equal x over x minus 5 plus x plus 5 over x square minus 25. طب يا مستر هنا فاكتورايز؟ مفيش فاكتورايز ولا حاجه. تمام؟ طب هنا فاكتورايز فوق؟ مفيش. طب هنا مفيش غير دي بس الفاكتورايز وديفرنس بين تو سكوير. ده الراجل يا مستر كان مروقهم جامد في الامتحان ده، يعني كان الامتحان ده كان سهل جدا ما شاء الله. يبقى ان اوف اكس ايكوال اكس اوفر اكس ماينس 5 بلس اكس بلس 5 اوفر اكس بلس 5 في اكس ماينس 5. دومين R except 5 and negative 5. Simplify n of x equal يلا بينا x plus 5 ديت هتروح مع x plus 5 ديت. ايه اللي باقي لك بقى يا حبيبي؟ هيكون باقي لي فوق x over x minus 5 plus 1 over x minus 5. طب يلا يا مستر عشان نخلي الدينومينيتور زي بعض. طب ما هم زي بعض اصلا. يبقى الخطوه اللي كانت رخمه في البلس والماينس اللي هو ميك كومن دينومينيتور مش موجوده لان هم جاهزين. تمام؟ فنقدر نقوم قايلين على طول x بلس 1 ادنج دينومينيتور على طول اوفر x ماينس 5، وكده خلصنا الايه؟ السؤال بتاعنا. طيب question number 4b ولا 5؟ 5a. 5a بيقول لي represent graphically f of x equal x square minus 2x minus 3. تمام؟ f of x equal x square minus 2x plus 3. مش كده برضو؟ minus 3. والاكس belong to negative 2 4. طيب اول حاجه يا شباب هنعمل التيبل بتاعنا.
فاكرين طبعا من الترم الاولاني كنا بنعمله بمود 7 تمام عشان نطلع النمبرز ديت. طيب هنا اكس وهنا الاف اكس، قلنا هنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 4. ونعمل سبستيتيوت يا شباب بالنيجاتيف 2 والحاجات ديت كلها في الايه في ال يامن لو سمحت. ونعمل مود 7، هنعمل مود 7 وعلى طول يلا هنقوم اكس سكوير يبقى الفا وادي الاكس باور 2، بفكركم بيها طبعا كنا خدناها الترم الاولاني كتير، ماينس 2 وبعدين الفا وبعدين اكس ماينس 3 and start from negative 2 مش 1 طبعا وend at 4 مش 5 equal negative 2 and 5 negative 1 and 0. اوكي يا شباب، يبقى هنا negative 2 and 5 0 نيجاتيف 3 لما نقول 1 هتكون 1 معاها هنا 4 لا مش 4 نيجاتيف 4 هنا نيجاتيف 3 هنا اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 3 ايكوال من اول نيجاتيف 2 لغايه 4 نيجاتيف 2 معاها 5 نيجاتيف 1 معاها 0 0 معاها نيجاتيف 3 ال1 معاها نيجاتيف 4 تمام ال2 معاها نيجاتيف 3 وال3 معاها 0 وال4 معاها 5 تمام. خلاص خلصنا كده يا مستر، وبعدين نعمل ايه؟ نرسم الكوردينيت بتوعنا. اوكي ادي 1 2 3 4 وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 هنا 1 2 3 4 5 هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. طيب نيجاتيف 2 يا مستر معاه 5 نيجاتيف 2 معاه 5 ادي نيجاتيف 2 معاه 5 اهيت. نيجاتيف 1 معاه 0 0 معاه نيجاتيف 3 1 معاه نيجاتيف 4 وال2 معاها نيجاتيف 3 وال3 معاها 0 وال4 معاها 5. نوصل الكيرف ده يا شباب بايه؟ بشكل منحني بايدينا، ما يتوصلش بالمسطره طبعا، واخدين الكلام ده كله في الترم الاولاني. وادي السكند برانش. طيب بعد كده خلاص خلصنا رسمنا والدنيا زي الفل. نعمل ايه بعد كده؟ عايز سوليوشن سيت، يبقى السوليوشن سيت ايكوال الكيرف ده انترسكت وذ اكس اكسس ات نيجاتيف 1 and 3 يبقى سوليوشن سيت ايكوال نيجاتيف 1 and 3. وبكده خلصنا السؤال بالكامل. خلي بالك يا شباب عشان خاطر ايه؟ ما تنساش حاجه في السؤال، ممكن تعمل الجراف وما تحلش المساله ديت اللي هو اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 3 تمام. ايه اللي هيحصل؟ هتجيب نص الدرجه لان ده على نص الدرجه وده على نص الدرجه. اخر سؤال واسهل سؤال في الموضوع كله probability of A union B، مديني ال A ومديني ال B ومديني الانترسكشن، يبقى ال A عباره عن probability of A union B عباره عن probability of A plus probability of B minus probability of A intersection ال B اللي هي 0.4 plus 0.6
ماينس 0.3 تطلع ب 0.7 بسهوله جدا. probability of B minus A عباره عن probability of B minus probability of A intersection ال B equal probability of B اللي هي ب 0.6 minus probability of A intersection B 0.3 تطلع ب 0.3. وبكده خلصنا الامتحان وخلصنا الحصه كمان يا شباب مع بعض اهمت، والسلام عليكم.